نهضة طنجة أقبر بمؤامرة محبوكة. هشام دقيق المدرب ديال المنتخب الوطني المؤثر على الصعيد بلا فيفا، أول دبلوم ديالو شبروه من جمعية نهضة طنجة في إطار اتفاقية الشراكة اللي كنهضروا عليها. والتوقيف ديال داك الدوري تم يوم وفاة الحسن الثاني رحمه الله. يعني ان الندوه محليه في مدينه طنجه غيرت القوانين، طبعا كاين فيديو هادشي هذا اللي كنقول ديال الجامعه، هادشي اللي كنقول لك كاين فيديو. السؤال ما اثر هذه الندوه؟ ميلاد التاريخ ديال اتحاد طنجه هو 83. شبر التليفون بدا عليهم بالدين والمله عند الرئيس السابق لاتحاد طنجه. صراحه عجزت باش نوصف هذا الوضع هذا اللي وقع لي اليوم. عبد الحميد أبوش لا، مرة الموكب ديال ولي العهد امام استعراض ديال الدوري ولي العهد، استعراض الافتتاح. المواقف ديالي ازعجت وزراء، موقفي ازعج مدير الشركة الوطنية لتسيير الملاعب سونارجيس ابان ولادتها دومو رحمه الله، وتم استبداله الاب وتم استبداله في المطار بأمر من وزير الشباب والرياضة آنذاك فوزي القجع تبع محمد السادس في إفريقيا، وفتح إفريقيا الفتح المبين والكبير. في عالم الرياضة هناك قصص تحكى وقصص تخفى. في سهم الحقيقة لا نخشى كشف المستور. ملفات شائكة، قضايا مثيرة، حكايات تروى لأول مرة. نحن لا نصنع الحدث بل نسلط الضوء عليه. سهم الحقيقة، بودكاست لمن يجرؤ فقط. في أولى حلقة برنامجنا سهم الحقيقة نستضيف السيد عبد الرحيم القمراوي، رئيس فريق نهضة طنجة لكرة القدم والمؤسس للدوري الدولي، ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن. سي عبد الرحيم، مرحبا بك وشكرا على الحضور ديالك. وكذلك شكرا لكم على الدعوة الكريمة، وشكرا لجريدة الواضح 24 على سعيها الدائم في إبراز الأنشطة الرياضية بالمدينة. سي عبد الرحيم، ربما نرجع معك البدايات الأولانية أو لا كصورة أولية ديال عبد الرحيم القمراوي، كيف بدأ المجال الرياضي وكيف لبث في حب قلبه فريق نهضة طنجة وآمن بطموحه، وكذلك حتى الحلم المستقبلي ديال الدوري الدولي. السي أيوب، أول مرة كنواجه سؤال في مثل هذه القيمة النوستالجية الجميلة اللي ردتني لواحد الفترة زمنية اللي كانت رائعة. المهم أنا مثل أي شاب أو طفل شغوف بكرة القدم عايشت مرحلة إقبار جمعية نهضة طنجة، مرحلة إقبار نادي نهضة طنجة الهمامية، نهضة طنجة اللي كنا كنسمعوا عليها الشعار ديال اللحظة الهمامية. كانت تتشكل من فطاحلة اللاعبين آنذاك، لاعبين اللي كانوا بحال اللي كنقولوا قادين، رجال كرة القدم، رجال التسيير، مدارس التسيير ومدارس الرجولة في الملاعب. عايشنا مرحلة الإقبار وعايشنا تلك الإرهاصات اللي تفرضت على الفريق في بداية الثمانينات، وبذلك ترسخت الفكرة ديال النهضة في العقل ديالي، خصوصا وأنا المتتبع لفريق الحي اللي كان حي ديور السعادة وفريق مقهى الشعب آنذاك بداية الثمانينات. تدرجت معهم في متابعتهم والفرجة في جميع المقابلات، وكذلك حسنية طنجة اللي كنت كتنتمي للفريق بني مكادة. طبعا هذه فترة زمنية جميلة جدا جات بتزامن مع ميلاد فريق اتحاد طنجة اللي رأى النور على ما أعتقد موسم 82-83. هذا الميلاد هذا زاد خلق واحد الصحوة كروية بعد ما كان واحد شوية الفراغ، وهذا الميلاد هو كذلك خلق واحد التنافس رياضي شريف بين ثلاثة ديال الفروق اللي هما حسنية طنجة وعالم طنجة واتحاد طنجة.
فتمخض عنه أن اتحاد طنجة بعد 25 سنة من 25 سنة عجاف، سنوات العجاف، حققت حلم الصعود للقسم الوطني الأول. وتم بدات البداية الحقيقية ديالي مع كرة القدم، مع السفر ذهابا وإيابا مع فريق اتحاد طنجة لسنوات عديدة إلى سنة 93. فكرت حينها إلى إعادة تأسيس أو إحياء نهضة طنجة في شكل جمعية، وشاركت للموسم الأول في بطولة العصبة اللي كان أول بطولة، أول موسم اللي تخلقت فيه بطولة القسم الرابع في عصبة الشمال، وكانت 25 فرقة دخلت جديدة منهم نهضة طنجة، وكنا حققنا الصعود للسنة الأولى، حققنا الصعود القسم الثاني. وبعدها استمرت مسيرة النهضة في التكوين والتأطير وخلق الأنشطة وخلق ثقافة رياضية جديدة بالمدينة، ويعني انفتحت على المحيط المحلي والوطني والدولي كذلك، وحققت طفرات كثيرة يمكن نذكرها في اللقاء ديالنا. سيدي عبد الرحيم، انتنا كتعاود وانا كنسترجع ذكريات. هل هذا يعني ان فريق نهضة طنجة تم حله انذاك وتمت الاعاده ديال التاسيس ديالو رغبه من شخص ما او شخصيه عموميه ما؟ ما عرفتش كيفاش غنوصف لك هذا الوصف هذا. اتحاد نهضة طنجة لم يتم حله. نهضة طنجة أقبر بمؤامرة محبوكة ساهم فيها العديد من مسير السوء، ماشي من طنجة طبعا. أنا كان في واحد الوقت كنا كنسمعوا بزاف المصطلحات، هذا نافع وهذا غير نافع، وحنا بدورنا كنا ننتمي للغير النافع، وبالتالي ما كانش عندنا مكان في الساحة، خصنا نمشيو. كانت مؤامرة محبوكة ومتقنة تم من خلالها إقبار فريق نهضة طنجة بإرغامه على الانسحاب من البطولة وتشجيله لاعتذار عام بعد تعرضه لظلم واضح من طرف مجموعة من المعطيات ومن الحكام وإلى آخره. أنا ذاك الوقت كان باقي ما كاينش لا فار لا صحافة رقمية، لا كان كل شيء يتم في سدول الليل، وكل شيء كيتم بالظلام، كيصبح الصباح كنصبحوا على قرارات مفاجئة كأن شيئا لم يكن. أما إعادة الإحياء فأنا دائما في بعض تدويناتي أو في بعض ذكرياتي مع النهضة أقول وأكرر في مجموعة من التدوينات بحال اللي قلت بأن النهضة فكرة، وفكرة فعلا فكرة، لأن فكرة نضجت في عقلي وترجمتها على أرض الواقع بمعية بعض رفاق الحي، منهم من قضى نحبه ومنهم من لا زال يقاوم في التسيير الرياضي أو في مجالات أخرى وهي كثيرة الحمد لله. واخا ملي جاتك هذه الفكره ديال الاحياء ديال فريق نهضة طنجة، واش عبد الرحيم او المجموعه اللي كانت معاه ما تعرضوش لبعض الضغوطات انذاك، او كانوا الناس اللي هما مارسوا ضغوطات في واحد الوقت انهم مشاو بحالهم وجاو ناس جاو مؤسس اخرين الناس اخرين؟ السي أيوب، أي مشروع رياضي كيف ما بغى يكون، حنايا انطلقنا من فريق الحي بحال اللي قلت. أنا انطلقنا من فريق من حي السعادة ديور السعادة اللي كان عندنا فريق مسميه بيتيز بني مكادة، هذا هو الأصل ديال نهضة طنجة الحالية. انطلقنا من بيتيز بني مكادة. أي مشروع كروي ملي كيكون باقي غير مؤسس أو باقي غير منتمي ما عندوش انتماء رسمي كيكون عرضة لأطماع مجموعة ديال الفرق المؤسساتية أو المنتمية، بغية الاستفادة من المهارات اللي كتمتلكها تلك الفئة، وفي التالي كتجبر الفرق ديال الأحياء عندهم مهارات كبيرة بزاف، لأن طنجة ولادة ولله الحمد كتجبر فريق الحي فيه مواهب كبيرة. هذه المواهب تحاول مجموعة من الفرق استقطابها، ما كاينش مشكل الحق. منين
كتأسس فريق وكينتمي لجهاز كروي اللي هو عصبة الشمال انذاك، كيولي هذاك الاستقطاب صعيب، بالتالي كتخلق حرب انت كتحس بها، ولكن هي حرب بحال نقول لك انا حرب طبيعيه مفروضه على جميع المؤسسات بجميع الفرق، كلشي كيتعرضوا كلشي يقول انا مظلوم. هو ما كاينش الظلم، كاين نوع ديال السيروره ديال الكره في المغرب كتمشي بهذه الطريقه هذه. ورغم هذا العراقيل إلا أن مسيرة فريق نهضة طنجة ما زالت مستمرة، وكنوصلوا الآن 2025 وفريق نهضة طنجة باقي مستمر. بغيت نرجع معك غير واحد الفكرة ديال مادام أن مسيرة فريق نهضة طنجة مستمرة، جاتكم الفكرة ديال دوري دولي. واش في الأول كان دوري وطني أو لا الفكرة البداية ديالو تتم إنشائها على أساس أنه دوري دولي؟ سي أيوب، أنا كنت شغوف بالثقافة الرياضية، بالثقافة ككل والثقافة الرياضية على الخصوص. الساعة اللي خلقنا جمعية نهضة طنجة ما خلقناش جمعية نهضة طنجة غير باش تنافس، خلقنا جمعية نهضة طنجة من أجل تكوين جيل قادر على العطاء في جميع المجالات. حنا ما قلناش هاد الناس هادو اللي غادي نأطروهم حنا باش يلعبوا كرة القدم، حنا قلنا هاد الأطفال د الحي غادي نحميوهم من المطبات اللي كاين، لمة الحي منها ما هو إلى آخره، وجميع الأمورات كاملة واضحة. من بعد تطورت على أننا بدينا كنخلقوا ندوات، بدينا كنفتحوا على المحيط بحال اللي قلت المحلي والوطني، ومن بعد انفتحنا على المحيط الدولي. خلقنا واحد مجموعة ديال الأنشطة اللي كانت أنشطة نوعية. يمكن نذكر منها مثلا احنا في 2006 في شهر 3 2007 عملنا اتفاقية شراكة مع 4 ديال الأطراف في إسبانيا، الجامعة الأندلسية وجهة الأندلس، جهة الأندلس يعني حكومة الأندلس، يعني فريق في حجم جمعية نهضة طنجة في تيوتا ديال جمعية صغيرة. لا ماشي في تيوتا مثلا حنا كنقولوا هيدا بغينا ولا كرهنا، تعمل اتفاقية مع حكومة جهوية في واحد الدولة قريبة وإسبانيا، يعني حكومة جهوية إسبانية. من اتفاقية شراكة مع حكومة الأندلس والجامعة الإسبانية ومؤسسة الثقافة الثلاث ومؤسسة سيدي فال لتطوير مهارات وقدرات الأطفال في كرة القدم. هذه الاتفاقية هذه خلقت واحد الطفرة اللي كان، أنا سأقولها وسأقول بعض الحقائق لأول مرة. أنا جالس لي وعندي واحد أريحية حيت عجبتني الجلسة معكم. أنا عارفك ملي الجلسة معكم وغادي نقول حنا في داك الاتفاقية هذيك كانت اتفاقية مؤطرة لواحد مجموعة ديال الأنشطة. كان دوري الربيع تعمل هنايا في طنجة، كان دوري الجزيرة الخضراء تعمل في الخزيرات، كانوا يشاركوا فيه 8 الفرق بضمانة من جمعية نهضة طنجة، فروق مغربية ماشي غير طنجاوية، ومنا جافا وواحد من اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في داك الدوري أيمن الحسوني اللي باقي كنتذكروا من واحد الفريق ديال جافا دار بيضاء اللي كان باباه الحسوني، باباه أيمن الحسوني كان مشرف عليه. هذه حقائق ومعطيات كاينه. من بعد عملنا تأطير، عملنا ديبلوم ديال المدرسة الإسبانية ديال المؤطرين. تصور شحال استفدوا منه ديال المؤطرين، 150 مؤطر. انا اللي كنهضر كنجبد بعض الاسماء. الدقيق اول دبلوم ديالو شبرو من هاد الستاج هذا، الدقيق اللي هو رائد كرة القدم داخل القاعة، هشام دقيق مدرب ديال المنتخب الوطني المؤطر على الصعيد الفيفا. اول دبلوم ديالو شبرو من جمعية نهضة طنجة في اطار اتفاقية الشراكة اللي كنهضروا عليها. ولا زالت لي وثائق تؤكد، وثائق الحضور والشواهد وكل شيء باقي عندي مدون، عندي السجل الحافل بالوثائق، لان الارشيف ديالي ما كيضيع حتى شي حاجه، حتى البريون اللي كنكتب به في ستيلو والقلم الرصاص كنحتفظ به، لان كتكون شي حاجه فيه مفيده. عملنا الدوري بلايرو هنايا جاو فيه 6 ديال الفرق من اسبانيا. اول فريق او اول جمعيه مغربيه، جمعيه محليه نظمت دوري شاطئي. ما كانتش عندنا معروفه كره القدم الشاطئيه في المغرب، وكان ضمنها واحد الدوري ديال دوري الشاطئي وطني
ماشي وطني كاع، محلي، في 1997 و98. كأس العرش على ما أعتقد. لا، دوري في الشاطئ، فين كيتعلق الرايه، في كانت لافيست اونفاس ديال سولازور، فوق داك المراحيض وداك ليدوش، في كانت المنارة فكانت المناره. والتوقيف ديال داك الدوري تم يوم وفاة الحسن الثاني رحمه الله. باقي كنتذكر حنا كنستعدوا باش نطلقوا المقابلات، وقفت علينا واحد الدوريه كتقول لنا وقفوا الانشطه، راه قضي الامر. خرجنا للقهوه كنجبروا التلفزه المغربيه فيها القران والناس وداك الشيء الى اخره، الله يدخل ليه الرحمه والمغفره. كان واحد النشاط اخر، نشاط نوعي، وهذا النشاط النوعي ذكرته قبيلتي في واحد اللقاء، ولحد الان ملي كنختالي بنفسي هيدا وكنقول جاز واحد النشاط في طنجة فيه كنبقى نقول واش بصح انا اللي نظمت داك النشاط. هذا النشاط كان مسميه التظاهرة الرياضية والاجتماعية والثقافية. كان في 2005 على ما اعتقد، ما تخونيش الذاكرة. المهم كان الوالي حصاد هنايا. تأسيس لهاد التظاهرة هذه كان في بيرو ديال حصاد، باجتماع رسمي كان فيه عبد ربيه والمرحوم الحاج طيب الرامي كان معنا في النهضة طنجة، والمرحوم حسن قصبي، والمرحوم رشيد عزمي اللي كان رئيس جمعية نهضة، رئيس ديال نهضة السطار. عزمي واحد من فطاحلة ديال التسيير وفطاحلة ديال رجال الداخلية طبعا، فهمتي. وكان كذلك سعيد بن منصور وأحمد فراس وواحد الشخصية رياضية في درب بيضاء مسمي إدريس ماهر. هذا الشيء هذا كامل قلت توثيق. نتج عن هذه التظاهرة دوري، أولا ندوة في سينما دوليز، ما بقاتش سينما دوليز دابا، ندوة في سينما دوليز تمخض عنها بعض التوصيات تم إدماجها في القانون الكروي المغربي آنذاك. مثلا حنا كنا كندخلوا الماتش ب 16 لاعب، في داك الندوة هذيك تعملت 18. كنا كندخلوا كنبدلوا لي بوندو توش، كتجلس هنا من بعد ميتو ثاني في داك الندوة هذيك تفيكساو ديال كرة السلة. في داك الندوة هذيك تفيكساو. في داك الندوة تخلقوا بزاف ديال 5 ديال القرارات تزادوا في القانون الكروي المغربي. يعني ان الندوه محليه في مدينه طنجة غيرت القوانين، طبعا كاين فيديو هادشي هذا اللي كنقول لك، ديال الجامعه هادشي اللي كنقول لك كاين فيديو. السؤال من اطر هذه الندوه؟ ابو القانون الكروي المغربي اللي هو عزيز الحبابي، مرحوم عزيز الحبابي، شحال من المرحومين جبدنا دابا، واطرها كذلك مولاي عبد الله العلوي المنغري اللي كان رئيس لجنه التحكيم انذاك، وكان ابو القاسم حاضر، وكان ابو القاسم كاين دابا ابو القاسم في الكره ديال اكادير، باقي دابا رئيس ديال العصبه، هو رئيس العصبه طبعا كان حاضر. وكان هذا رئيس العصبه الوطنيه شنو مسمي؟ السنوسي. لا رئيس العصبه الوطنيه لكره القدم، هذا رئيس العصبه الوطنيه هذا بالقشور كان حاضر. كانوا حاضرين حكام بحو، المرحوم بحو، وكان واحد المجموعه كبيره. هادشي كلشي بحال اللي كنقول كنعاود نكرر باننا ما كنقولش شي حاجه ما كايناش. انا اتحدى لا بالجرائد ولا بالصوت والصوره، كلشي كاين. إن كان مشينا غير نوقف معك في واحد المحطه على ذكر عبد الرحيم بالقشور. واش كان ديك الساعه شي فرقه في الريجيون ديال اكادير؟ بالقشور قاس 3 الفروق، ايوا، ويطمحوا الى الفريق الرابع الان الرجاء. فهمتي ولا؟ باش نكونوا واضحين، لان كاين الترحال السياسي وكاين الترحال الرياضي، فهمتي. والتنافي ما خصوش يكون حتى على مراحل، ماشي غير في واحد المرحله، حتى على مراحل ما خصوش يكون. لان الانتماء، واش دابا انا شي واحد غادي يجي يقول لي اجي يكون رئيس الفريق فلان فلاني،
وانا كنقول النهضه فكره، انا اللي ساهمت في الميلاد ديالها، انا اللي ساهمت في المئات ديالها، انا اللي هذا. يعني ما يمكنش، الشغف اللي كتحس به الفريق نهضة طنجة ما غتحسش ما به يمكنش، الفريق اخر. ما يمكنش تمشي تسير فريق اخر، ما يمكنش. لان ومن انت ناحيه حتى ديال الدفاع على المصالح ديال الفريق، ممكن انك تكون في واحد الفريق اخر ما تدافعش عليه بحال اللي كتدافع على الفريق ديالك من نهضة تقدر طنجة. تدافع على الفريق اخر، ولكن خصك تكون في الفريق ديالك. اما باش تسالي من الفريق ديالك وتدافع على الفريق اخر راه ما يمكنش. خصك تكون في الفريق ديالك كتدافع عليه اولا الدفع. وهذا عندي معهود انا، لان انا كنمد يدي لجميع الانديه الا كيوقف عليا شي واحد نقدر. وما كاينين ناس دابا حاليا في انديه اخرى وكيحاربوا في فريق اللي هو من داخل كيحاربوا من الداخل. وانا غنعطيك واحد السر هنايا، وللمستمع وللمتتبع وللمهتم يمشي يبحث في هذا الموضوع هذا ويشوفوا. عمر نهضة طنجة من 93 تاريخ التأسيس إلى الآن 31 سنة. يقول لي شي واحد شي نهار شم شي ريحة شي مشكل كاين في مكتب نهضة طنجة، شي صراع داخلي أو كيف ما بغى يكون النوع ديالو. بالعكس أمورات كاملة كتمشي. الاختيارات ديال اعضاء المكتب تكون بعنايه دقيقه. طبعا كتكون بعنايه، لان الديمقراطيه 100% كتؤدي للديكتاتوريه 100%، كتؤدي لسوء الاختلاف. الديمقراطيه سيف ذو حدين، تستعمل الديمقراطيه ولكن خصك دائما هذيك الديمقراطيه خص يكون للجمع. فهمت؟ انا كنقول مصطلحات من ارض الواقع، ما كنقولش شي مصطلحات اللي نظريه فارغه. فعلا خصنا الديمقراطيه خصنا ديمقراطيه الاجهزه الرياضيه كامله وخصنا، ولكن واش حنا مأهلين نكونوا في الديمقراطيه؟ لان ملي غتعمل الديمقراطيه غيتصرفوا لك جوج غيترشوا لك كلشي، وهذوك جوج شنو هما؟ سوسه، والسوسه كتنخر. طبعا واش فهمتيني اش كنقصد لك؟ لهذا انسان مزيان يكون ديمقراطيه مزيانه ولكن في حدود. نقدروا نقولوا لك مثلا نمشيو في الديمقراطيه اكثر من 80%، ولكن شي واحد غيدورنا نقولوا لا كفى. لا لان مصالح الفريق هي الاولى من مصالح شخصيه ديال سواء كان قلت عضو او كان نكمل على الانشطه النوعيه اخرى. كان عندنا تكريم ديال السي المرحوم مصطفى الحداد، لاعب لعب في المغرب التطواني ولعب في البطوله الاسبانيه، وكان مشارك فيه المنتخب ديال 86 بكامل نجومه باستثناء جوج اللي ما كانوش، ثلاثه اللي ما كانوش. ما كانش الزكي وما كانش بودرباله وما كانش كريمو. البقيه كامله كان خيري، كان ظلمي، كان المريس، كان بوحياوي، كان هذا حسينه، كان يعني الكل كان حاضر. كان البياس، كاين صور، كاين صحافه مكتوبه، كل شيء كاين. لكن سي عبد الرحيم كتعاود لي هادشي هذا، وانا كان بعض المرات يقدر ما يدخليش العقل هادشي هذا. عرفتي علاش؟ لان علاش الجمهور او المتتبع الرياضي او حتى الصحفيين دابا اللي اليوم من الجيل ديالنا ما عندهمش هذه المعطيات، او ما كاينش مثلا شي كتابات تؤرخ لهذه المرحله. لان كره القدم في مدينه طنجه بانت سنوات، ورجعنا كنشوفوا بعض الكتابات الصحفيه او حتى بعض الكتب اللي كيصدروها بعض الصحفيين او كذلك حتى الادباء بحال كيبغيو يزوروا التاريخ ويمجدوا الداخل على الشمال. انا ما كنبغيش ندخل في هذا الخطاب العنصري ديال الداخل والشمال، ولكن ملي كنبدا نبحث، ملي كنجلس معك انت سي عبد الرحيم وبعض الاخوان اخرين اللي كيبداو يعاودوا لي على التاريخ ديال الكره في مدينه طنجه، اتحصل وبشده على غياب المعطيات الرسميه او صور او عدد او مجلات تتحدث عن هذا الشيء. رغم اننا كنبحثوا بعض المرات ما كنجبروش، غنجبروهم ربما في المنزل ديال سي عبد الرحيم، او غنجبروهم في المنزل ديال ديك الشخص اللي عايش ديك المرحله. واش ما كاينش فكره اننا نحاولوا نجمعوا هادشي هذا ونحطوه مثلا في واحد المجلد او في واحد كتاب، ربما يقدر يعود علينا بواحد العائد المالي، رغم انه الهدف ماشي هو العائد المالي، ولكن هو اننا نعطيو واحد صبغه تاريخيه لمدينه طنجه.
فعلا اخي ايوب، انا في 2010 في اكتوبر 2010 الفت الكتاب الاول ديالي اللي هو نهضة طنجة، قصة شهادة ميلاد عادية وقصة تحدي استثنائية. وهنايا انت كتعرف بالمناسبه راه بحثت على هذا الكتاب وما جبرتوش. انا ساعد نعطيه لك. عندي في الارشيف واحد مجموعة ديال النسخ لانه خرج يعني مشى كامل. هذا الكتاب هذا هو كتاب توثيقي ماشي كتاب إنشائي. فعلا هو كاين نصوص ولكن مدعمة بالصور وبالجرائد يعني وثائق حقيقية. هذا الكتاب هذا كيأرخ ميلاد نهضة طنجة والتحديات اللي تعرضت ليها والأنشطة اللي عملتها بالمعطيات الحقيقية إلى حدود 2010. كاين الآن مشروع ديال إصدار الجزء الثاني ديال هذا الكتاب هذا، ولكن المتلقي ما كاينش. هذا هو اللي مهم، لأن فرق بين غتجي السي أيوب عندك قمراوي تقول له هادي ها هي سمعنا كذا ونقولها لك وغادي تستوعبها مزيان، وبين غنجي نقول لك أنا عملت وأنت ما عندكش الغرض تسمع، ما غتستوعب والو. إذا أنا المتلقي ما كاينش. الناس دابا بقات كتبغي تشوف غير الموجود، يعني بغات تشوف القصص ديال 2 دقائق دقيقة فيديو فيه 3 دقائق، ما بغيش يسمعوا هادشي هذا كامل، ما بغيش يسمعوا. هادو بحال اللي كيقولوا دابا من بعضياتهم هادو هي كوينتوس، وهو هذا هو التاريخ اللي دابا حنايا كنفتشوا عليه. دابا حنايا كنفتشوا على البريق الناشف اللي قلنا التاريخ ديال اتحاد طنجة. شي كيقولنا خلقت 62، شي كيقولنا خلقت في 57، شي كيقولنا خلقت في هذا، وشكون اللي قلنا الحقيقه راه ما كاينش. كلشي كيقول انا سيدي عبد القادر الجيلاني، وتا واحد ما عنده شي حقيقه شي حاجه، مع العلم ان الميت لا يعود حيا طبعا، لان الفرقه ماتت. الميلاد التاريخ ديال اتحاد طنجة هو 83. احب ابابنا ام كرهنا، واش عمرنا سمعنا شي واحد ما ترجع بالروح؟ كنا كنهضروا على نهضة طنجة قلنا أقبلت سنة 1981 وتم إحياؤها أو تم إعادة تأسيسها في 1994. إذن تاريخ نهضة طنجة اللي كتلعب دابا على مستوى القاعدي هو 1994. ما يجيش شي واحد يقول لي انا النهضه هي 62 كانت الشرطه ومن بعد جاو اسبانيول وكذا ودريجومات والطيار، هادشي كلشي متفق عليه. ولكن النهضه اللي كاين دابا خلقت في 1994 والاتحاد خلقت في 1983. هذا هو التاريخ الحقيقي الاتحاد. وهذه الاشكاليه مطروحه ماشي في طنجه، مطروحه حتى في تطوان. يخلطون بين الاتلتيك تطوان اللي لعبت في البطوله الاسبانيه واللي مشات للخزيرات، وبين المغرب التطواني اللي كتلعب دابا. ووقع واحد الخلط، ولحد الان حنايا كنغرقوا في كاس الماء وما كيغرقوا في كاس الماء، وتا واحد ما قدر هذاك. حتى انا بالنسبه لي ديك التاريخ اللي كيتحدثوا عليه مدينه تطوان حتى هو ربما ساهموا فيه كتاب بتزوير التاريخ نوعا ما، لان ما كانش مصطلحات واضحه، ما كانش تواريخ مضبوطه، وما كانش كيف كنقولوا يعني غير معززه بوثائق رسميه. سي ايوب كلشي كاين، اللي ما كاينش هو العزيمه ديال البحث. النهار اللي نقرر انني نعرف اتحاد طنجة التاريخ ديالها وتاريخ الرياضه في طنجة راه غنعرفو. لان كاين مراجع، كاين مكتبات عموميه، مكتبات عامه، كاين مراجع، يعني كلشي باقي كاين، حتى شي حاجه ما غايبه. راه اسبانيول اللي كانوا في طنجة واليهود اللي كانوا في طنجة واللي كانوا مهتمين بالكره راه عندهم ارشيف ديال الرياضه، وعندهم منزل في اماكن عموميه يمكن له يستافدوا يشوفوا اي واحد. ولكن حنايا منهجيه البحث ما عندنا شيء، وثقافه البحث ما عندنا شيء، والرغبه في البحث ما عندنا شيء، وفي التالي الحقيقه ضايعه. اللي بغى كيقول شي حاجه كيقول شي حاجه. راه باقي غنوصلوا على الوقت اللي حنا اليوم الاثنين غيجي شي واحد يقول لنا الاربعه ونختلفوا معاه نقولوا له لا 3، حتى واحد فينا ما يقول الاثنين، فهمتي ولا؟ غادي نوصلوا لهاد النتيجه هذه باش نشدوا هذا القوس السي عبد الرحيم ديال التواريخ وديال العمق التاريخي ديال الانديه وكره القدم.
الفكرة ديال الدوري الدولي واش جات من عندك شخصي اولا كانت فكرة جماعية ديال الاخوان اللي كانوا معاك ديك الساعة؟ وما ننكرش على انني كانت عندي واحد مجموعه ديال العلاقات اللي انبثقت من ديك اتفاقيه الشراكه اللي قلت مع هاد الاطراف المتعدده من اسبانيا، وحاولت نستثمر في خلق نشاط ينسب لطنجة، ماشي لنهضة طنجة. الفكرة ديالي كانت هايدة، وفي البداية فعلا تحقق المبتغى، وكان الدوري في طريقة تصاعدية. يعني الدورة الأولى ماشي هي الدورة الثانية، والدورة الثانية ماشي هي الدورة الثالثة، وداك الشيء كيتصاعد. الدورة الرابعة بدينا كنجبروا العرقلة من أجل العرقلة. من الدورة الرابعة وحنا كنجبروا العراقيل. الدورة الرابعة كانت دورة سميناها صارخة. علاش صارخة؟ لأن جبنا 60 فريق، كانت 19 فريق من برا المغرب، ويوما قبل الدوري اللي كان كينطلق الجمعة، دائما كان كينطلق الجمعة، كيلعب الجمعة والسبت، سحبوا لنا الملعب. ملعب طبعا ماشي ديال الجماعة وماشي ديال الولاية وماشي هذا. من هنا باش ندخلوا للملعب عيط لي السيد ملعب مدريد، ملعب مدريد طبعا، عيط لي السيد اللي مسؤول على الملعب وقال لي راه مول الملعب كيقول لك ما تدخلوش للملعب. وقررت انا نوقف الدوري، والفروق كاملين كاينين هنايا، 19 فريق من هولندا، من انجلترا، من اسبانيا، من بلجيكا. 4 دول كانوا على ما اعتقد ديك الوقت، ولا 5. وقلت انا للصديق ديالي اللي كيكون معايا دائما في الدوري، قلت له راه غادي نوقف الدوري. قال لي لا ما توقفوش. ومشى لعند الرئيس المكتب المديري ديال نهضة طنجة، السي عبد الحق بخات. اييه، عبد الحق بخات، الله يرزقو الصحة والعافية. وحكى له هاد الشيء لان انا ما قدرتش نمشي لعندو. حكى له هاد الشيء، شبر التليفون، بدا عليهم بالدين والملة. واذا كنهضر انا بهذا المنطق هذا استسمح. قال لك اسيدي حتى واحد ما قال لكم ما تدخلوش. الامور كانت انا داك غي باش يفهم المشاهد والمتتبع كذلك. تكلمتي على عبد الحق بخات وهاد الكلمه هذه. انا داك عبد الحق بخات كان واحد الرجل، الكلمه ديالو في مدينه طنجة، وكان رئيس المكتب المديري لنهضة طنجة. نهضة طنجة، وكذلك إعلامي كبير وله وزن ثقيل في مدينة طنجة، ولا زال كذلك حتى الآن. لا غير باش المتتبع يعرف أننا ما كنتكلموش على كيفاش واحد يعني شبر الهاتف وعيط وكذا إلى آخره وصافي تتحل الأمور. كنتكلموا على واحد الراجل عنده كاريزما، واحد الاحترام كبير، واحد وزن ثقيل في مدينة طنجة. كان ولا زال. أنا داك تقلد مناصب داخل اتحاد طنجة إلى آخره، سياسيا إلى آخره. أكمل. قلت أمور حاجة ودورات اللي باقي كنتذكر، هو أن هذا المنتخب ديال أندلسيا اللي سبق له شارك بزاف د المرات معنا في الدوري، في واحد الدورة بعد كورونا تواصلوا مع شي ناس هنايا، قالوا لهم طنجة مبوءة، ولا جيتوا راه الأمور هنايا ماشي مزيانة وكذا. وكانوا يعتذروا في آخر الدقائق، وباقي في النهار الأخراني باقي المراسلات ديالهم عندي. كنا استضفنا وفد فلسطيني من هلال الأريحة، وكان عاود واحد النشاط كان منقطع. دابا الآن في ظل المعطيات الجديدة، وخصوصا هذه السنة هذه، هناك بشائر خير جميلة جدا كتبشر على أن الدوري سيعرف انطلاقة جديدة، وسيعرف منحا تصاعديا جديدا وأكثر من المنح الأول. سي عبد الرحيم، اليوم كنحتفلوا بالنسخة 11 ديال الدوري. باقي عقل على شنو هما أبرز اللحظات اللي دازوا طيلة هاد 11 سنة أو 11 مرحلة ديال الدوري. شي حاجة وقعت في شي نسخة خلاتها كيوقعوا بزاف ديال الذكريات، ولكن بعض الناس كنساوهم. شي حاجات بقاو باقي لحد الساعة ملي كتسمع الدوري الدولي ديال نهضة طنجة كتفكر.
اليوم تلقيت مكالمة، اليوم تلقيت مكالمة مفاجئة مع عند رئيس سابق لاتحاد طنجة. صراحة عجزت باش نوصف هذا الوضع هذا اللي وقع لي اليوم. عبد الحميد أبرشان؟ لا، السي محمد أحقان. أستاذ محمد أحقان. عجزت. إنه هو في الدورتين السابقتين كان ساهم معنا بواحد مساهمة بالمناسبة كيفما كان حجمها وكيفما كانت قيمتها كتبقى بالنسبة لنا كلجنة منظمة كبيرة بزاف. تفاجأت اليوم لأننا ما قدرتش نتواصل معاه، ما قدرتش نتصل به لأن ما كيعجبنيش نكون باسل. فإذا لي كنتوصل بمكالمة من عنده كيقول لي عندكم الدوري نهار هذا، وانا شنو التموقع ديالي؟ يعني أنا أستاذ محمد هو أنا خصني نساهم. الحي أنا خصني نساهم. بالله الذي لا إله غيره، إلا واحد الإحساس اللي ما نقدرش نوصفه. وباقي هاد المدينة باقي عندها ولادها، وباقي عند الناس اللي كيغيروا عليها، وباقي عند الناس اللي كيبغيو لها الخير، وباقي الناس اللي كيبغيو الشباب د هاد المدينة الخير، وباقي الناس كيبغيو الرياضة. واللي بغيت نقول أنا مع المفاجأة كيف ما بغات تكون نوعية المساهمة فراه ما عندهاش مقدار. هذا من جانب. هذه اليوم واحد الوقت، وهذه أكبر بكثير، كنا في استعراض على جنوبة ملعب إسبانيول، ملعب سيرفانتيس مع المغرب. مر الموكب ديال ولي العهد من أمام استعراض ديال الدوري الولي العهد، استعراض الافتتاح. موكب ديال ولي العهد داز وفي الدوري ديال ولي العهد، الدوري ديال ولي العهد سبحان الله. داز تما، وحسب بعض الأصداء بقى كيشوف، وربما راه غيكون عرف لأنه عندهم بطبيعة الحال جميع معطيات عندهم معطيات. داز هذا جانب آخر. واحد المرة الوالي أعتقد مهدية في أي سنة؟ مهدية في السنوات الأخيرة، زيارة مفاجئة وسرية ملعب سيرفانتيس، وطلع للدروج وراقب بعينه. خرج عاد المقدمية كيتشقروا في بعضياتهم وكذا، عاد قال لك اسيدي السيد الوالي كان هنايا، وديك المقدمية الله يجازيهم بخير عطاو الصورة جميلة مزيانة، وجاوبوا على جميع الأسئلة في النيابة علينا. كان واحد الوقت واحد السيد نزل الملعب، نزل في وسط الاستعراض، بغى يعمل شي شطحات، لا كيستقصي الأمر، كيسقسي اسبانيول واش كليتو مزيان، واش كتنعسو مزيان، واش الى اخره. يعني بمعنى ان تقدرش تعرف، ولكن هو في مهمه. هذا هو اللي مهم، هو في مهمه. وملي كمل معاهم جا لعندي. كانت عندنا واحد المدرسه الداخله كتشارك معنا ديال العربي اللواح مشكور. مدرسه الداخله هي مدرسه، ولكن انا ما نقدرش نقول مدرسه الداخله في البرنامج، غادي نقول الداخله. علاش؟ لسبب انا عندي الدفعات ديالي، لسبب بسيط، وان جميع المدارس تشارك حقهم طبعا، وما يمكنليش انا دخلت مدرسه الداخله بحكم ان القيمه والرمزيه التاريخيه. اولا الرمزيه، ثانيا يعني المستوى. القيمه الرمزيه هي الاولى، ثانيا المستوى، المنادى ديال المدينه. وهذا السيد هذا دخل كيسقسيني انا ملي كمل مع اسبانيول، كيقول لي هاد الدخله واش جاو من الدخله، واش فهمتي لي القصد ديالي؟ بمعنى ان راه ما كنعملوش ديك الشيء غي على العباتي والسلام. راه حنايا الحمد لله متابعين ومطالبين باش نقدموا الحصيله ديال الدوري وباش نقدموا جميع الامورات، ونبقاو غير في هذا الاطار هذا، ان الطريقه ديال الاداره ديال الدوري وطريقه اختيار الانديه وكيفاش كنحاولوا نروجوا السياسه المغربيه
الدوري هذا هاد الموسم هذا يدخل في إطار الترويج لمنافسات كأس العالم أو بمناسبة احتضان المملكة المغربية25 و إلى جانب 30. رفاقها إسبانيا إسبانيا والبرتغال والبرتغال. لكأس العالم 2030. الأهداف ديال الدوري، كيفاش جات الفكرة، وعلى مستوى التواصل داخل المؤسسات المنتخبة وكذلك حتى لا فيدراسيون، كيفاش مرت الاستعدادات ديال الدوري هذا؟ وطبعا هو الدوري ملي كنبداو الاعداد ديالو كتكون الشريحه ديال اللجنه المنظمه كتكون كبيره. ولكن هاد السنه هذه فضلنا نهجو واحد الطريقه اخرى. قللنا من دائره التشاور بواحد النسبه كبيره، ما خليناش ديك الدائره مفتوحه ديال التشاور بسبب بعض التخوفات. هذه الاولى. ثانيا حافظنا على سريه الاعداد، لان حتى هذه واحد 3 ايام باقي الناس ما عارفين شي بان قبل ما يخرج البلاغ ديال الجمعيه الناس ما عارفين لا تاريخ لا والو. وهذه نقطه ايجابيه ساهمت في البلوره ديال واحد مجموعه ديال الافكار. الحاجه الثالثه هو في بدايه الاعداد ديال هذا الدوري واستقبال ديال الرياضي الاول صاحب الجلاله للسيد فوزي القجع، عطى واحد مجموعه ديال التوجهات ديال الدوله في اطار الاعداد والاستعداد لاستقبال التظاهرات الكبرى، ومنهم كأس افريقيا 2025 وبالاساس كأس العالم 2030، بمعنى التعبئه ديال المجتمع المدني والمجتمع الرياضي في التعامل مع هذه الفترات. حنا كنا صدرنا انذاك بلاغا نثمن فيه توجيهات الملكية ونثمن فيه هذه الاستراتيجية، وقلنا حنايا كنوضعوا راسنا ونفسنا والإمكانيات البسيطة جدا اللي عندنا راهن الإشارات أي جهة اللي كخصها تنجح هاد الاستحقاقات. وبالتالي التفكير الأول اللي كان عندنا ملي بدينا كنوجدوا الدوري قلنا خصنا نعملوا غير الفروق الإسبانية والبرتغالية، باش يكون على شكل شكل توجه ديال السياسة الملكية أو كذلك حتى ديال مع الأسف في البرتغال هي الدولة الوحيدة لحد الآن اللي عجزنا نستقطبوا منها شي فريق. ما عرفتش واش الظروف الاقتصادية والإمكانيات أو شي حاجة. اكتفينا بالفروق الإسبانية، استغنينا على الفروق الهولندية والبلجيكية وما وجهنا الدعوة لشي واحد، واكتفينا بالفروق الإسبانية بحكم الشراكة ديال التنظيم اللي غتجمعنا معهم في 2030، وبحكم أنهما يعني معامل أساسي أكثر من البرتغال، لأن الغياب ديال البرتغال ما كيأثرش، ولكن الغياب إسبانيا أثر على الدوري. لا طبعا فهمتي ولا أنا ما جاولكش شي فروق من إسبانيا راه ما كاين لا دوري لا والو. والدوري الدولي اللي كتبغي الفروق ديال المغرب أو ديال طنجة تشارك فيه بغيتها إجراء بعض المقابلات مع الفروق الأجنبية، وهذا كيتحسب مناسبة نادرة الحدوث هنا في طنجة. كانت كتوفرها نهضة طنجة، والآن أصبحت شي جمعية على هذا كتوفر هذا الفرصة هذه. تقريبا نفس النشاط. وحنا نتمنوا على أن التظاهرات بحال هذا الشكل هذه تزيد تتكاثر باش ما يوقعش الضغط على جهة من الجهات المعينة. سي عبد الرحيم، الفكرة بدات كدوري محلي، موراها مشى على مستوى الجهوي، تألق بشكل كبير على مستوى الوطني، الآن اقتحم العمل على مستوى الدولي. فين باغي يوصل عبد الرحيم بهذا الدوري هذا؟ الدوري دابا حنايا نتكلموا على الدوري الدولي اللي انطلق في 2014. الحقيقة بحال اللي قلت أنا كانت بعض المثبطات اللي استطعنا أن نتجاوزوها ونعملوا إعادة الانطلاقة. النهضة اسم على مسمى، سننهض بهذا الدوري. جميل. سننهض به من جديد، سنعيد انبعاثه. وانا ما نقولش الدورة 11، نقول الدورة الأولى، النسخة الأولى بصيغة مختلفة، على أساس أنني النجاح ديال الدوري هذا العام هذا
غادي يكون شحنة معنوية كبيرة، أنني مباشرة، لأن إلا كنت كنتظر 3 شهور 4 شهور عاد كنبدا الإعداد للدوري المقبل، أنا كنقول أن مباشرة بعد نهاية الدوري غنعلن لانطلاق الدور الثاني في ظروف سرية كذلك، وبإمكانيات أكبر وأكثر وبعزيمة أكبر وأقوى. وإن شاء الله الدوري أنا باغي نوصلو لواحد النيفو انترناسيونال، باغي حتى الفرق الأجنبية اللي غتكون كتشارك راه غادي نوصلو للفرق المحترفة، وغادي نوصلو للفرق المحترفة حتى في المغرب، وغادي يكون دوري دولي، لأن طنجة عندها إمكانيات اقتصادية كبيرة. ومع الأسف المؤسسة الاقتصادية هي اللي لحد الآن باقا ما بغاتش تدخل معنا في هذا الدوري. ولو دخلت المؤسسات الاقتصادية ولا بغات المؤسسة الاقتصادية غادا طنجة يكون عندها دوري عالمي، غيكون عندها دوري عالمي. على ذكر المؤسسة الاقتصادية، ما كتشوفش أن ربما يقدر يكون خلل في اللجنة المنظمة ديال الدوري، أنها ربما ما مشاتش عند نقدروا نعتبروه مركز ديال الدراسات أو كذلك، أو لا تخصصنا في واحد الناس لجنة تسويقية ديال الدوري اللي تقدر أنها تجيب لنا الدعم هاد الناس، حيث الشخص المعنوي ماشي هو مؤسسة اللي غتجيب لك واحد اللي غتواصل مع هاد الشركاء الاقتصاديين، وخصوصا ان مدينة طنجة فيها 3 المناطق صناعية، وكذلك حتى رجال الاعمال اللي كاينين في المدينة اللي قاطنين في مدينة طنجة ممكن انهم يساهموا في هذا الشيء هذا. انا الا قلت لك واحد السر غادي تقول لي ما نعرف، يمكن واش تقصير من عندي ولا ما عرفتش شنو. هاد الفكره ديال الاتصال بالشركات والمؤسسات الاقتصاديه دائما كنت كنعملها، الا في واحد 3 ولا 4 ديال السنوات الماضيه اللي وقفت ما بقيتش كنعملها. علاش؟ لان يرهقك الامر. اولا كاين ارهاق ديال الامر، ثانيا ما كنوصلوا حتى لشي نتيجه، والثالث والاخطر هو السؤال اللي طرحتي دابا: مؤسسات استشاريه او مكاتب دراسات لانجاح بعض الفعاليات الكرويه او الرياضيه. ما عندناش في المغرب هاد المؤسسات، ما عندناش. المؤسسات الاقتصاديه تستصغر الجمعيات الصغرى، كتفش على التلفزيون. الا مشيتي عند التلفزيون يقول لك تنعامل مع كوكاكولا ولا مع بيبسي ولا مع هذا ولا مع هذا، راه ما يمكنش يدوز لك، او خصو يعني شي اتفاقيه في شي شكل. على ما اعتقد الامور متشابكه. بقاو غير في هذه النقطه ديال النقل التلفزي في احدى دورات ربما قناه رياضيه كانت نقلت بعض المقابلات او لا غير تقرير. كان تقرير ديال الاخ عبد الله الجعفري في قناه ميدي ان، وبهذا المنبر كنشكروه مجددا، وكان تقرير رائع، وكان في احدى انجح الدورات، وكان الفريق اللي فاز بداك الدوره هذه كان دخل مدينة أمستردام تلفزيون، يعني بث مباشر في التلفزة الهولندية بأمستردام لواحد الفريق اللي مسميه الديسيخي، فاز بأحد البطولات في المغرب. وهنايا حتى واحد ما عنده الخبار، فهمتي؟ هذا هو الإشكال اللي كاين دابا. حنايا الإكراه أو يعني الرهان المقبل ونلعبوا على هذا الملف هذا. غنعاودوا نقولوا عمرنا ما فتشنا على المؤسسات الاستشاريه، وعمرنا ما فتشنا على مكاتب الدراسات، وغنعاودوا نفتشوا عليهم من جديد، وغنبحثوا بجميع الامكانيات عسى ان نصل الى حل يغنينا عن هذه المعيقات. سي عبد الرحيم، انا كنعرفك زعما بشكل شخصي شخص امين وشخص صادق. لو ان هاد المؤسسات اللي كنتكلموا عليها في مدينه طنجة، سواء المجلس المنتخبه او كذلك حتى شركاء ورجال الاعمال والشركات، وفروا جميع سبل الدعم فريق نهضة طنجة انه يهيئ الدوري ديالو 5 أشهر 6 أشهر قبلا، وتوفرت جميع الامكانيات الماديه واللوجستيكيه، والتفت المدينه كامله حول الدوري هذا، في كان يقدر يوصل هذا الدوري هذا؟ اولا غير باش باش ما نغفلش على واحد المعطى، على ان لاول مره الدوري الدولي ولي العهد عنده اتفاقيه شراكه مع جماعه طنجة، ونسعى الى احداث شراكه اخرى مع مجلس العماله، وهذا بحد ذاته الى تحقق غادي يكون طفره.
وكذلك نسعى إلى دعم من الجامعة الملكية المغربية في شكل من الأشكال، بحال اللي وقع واحد السنة بتدخل من رئيس العصبة السيد عبد اللطيف العافية. نتمنوا حتى هاد السنة هادي يتدخل ويوفق الله. هو كيتدخل، ولكن نطلبوا الله أنه هو التدخلات ديالو يجتهد أكثر. تفضي إلى نتيجة مزيانة بالعربية. هذا المسألة الأولانية. المسألة الثانية، نهضة طنجة كتنظم دوري دولي. في القانون الأساسي ديال هذه المؤسسات الاقتصادية اللي كنا كنهضروا عليهم، دعم الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية للمواطن اللي كتستوطنها في أنشطتها الاقتصادية. فهاد المؤسسات التجارية والاقتصادية اللي كتستوطن طنجة أو الشمال كخصها تدعم الرياضة في الشمال، كخصها تدعم الثقافة في الشمال، كخصها تدعم الشباب في الشمال. كتستوطن الشمال خصك تدعمهم، كتستوطن طنجة خصك تدعم طنجة. ما كتعمل والو. والعار أكبر هو أنك تجبر مؤسسات اقتصادية كتخلق دوري داخلي من أجل صرف ديك الاعتمادات المالية الواجب صرفها في دفتر التحملات ديك الأنشطة، أو لجمعيات أخرى، باش كتكوفري على راسها من الناحية القانونية. وهذا تدليس ولف ودوران حول القوانين، يعني مراوغات. هذه من جهة. ثانيا، حبذا لو الجماعات الترابية كل من موقعه يعقدوا اتفاقيات شراكة، عقدة أهداف، لك ما لك وعليك ما عليك. زول الفلوس، ما عندنا ما نعملوا بالفلوس. الفلوس يثيرون الشبهات. بحق نهضة طنجة عندها 4 ديال الفروق، عندهم لوطيلات كذا. قال اش من اوتيل؟ قال واحد الجماعة غتخلص واحد الفرقة، واحد الجماعة أخرى غتخلص فرقة أخرى، واحد الجماعة غتخلص هذا، واحد الجماعة غتوفر لك ملعب، واحد الجماعة غتوفر لك هذا. الحمد لله راه عندنا كثر. شحال عندنا المؤسسات الترابية في طنجة؟ غير طنجة قزلناها. كثر شحال المؤسسات الترابية عندنا؟ 5 ديال المقاطعات والجماعة. 4 ديال المقاطعات والجماعة. 5. 4 ديال المقاطعات وجوج الجماعات. 4 المقاطعات وجوج الجماعات و3 ديال الجماعات. كاين جماعة العوام. هذه كتدخل في النطاق ديال الجماعات شبه قرويه ولا داك الشيء. ولكن دابا هما حنا نهضروا على مستوى طنجة. كاين تما مؤسسة اقتصادية وكذا. كنهضروا على مستوى طنجة، التقسيم الترابي ديال طنجة. نهضروا على 4 المقاطعات وجوج الجماعات هما 6، ومجلس العمالة والجهة هما 8 المؤسسات. الولاية دائما تشرف. الولاية كتشرف دابا لحد الآن كتشرف وعن قرب، وكتتبع دقة بدقة، وعارفة التهيئ للدوري فين وصل، وكنعطيو المعطيات إلى استجبون عليها بدقة وأمانة. يعني الولاية عنصر أساسي ضروري في كل الدوريات، سواء دعمك الجماعات أو ما دعمك شيء، فالولاية كاينة. حيتاش علاش؟ لأن الولاية كيبقى عندها واحد الكرطة كتقول لك الدوري خصو يوقف، ما تمنعهاش. هي مجرد أنك تقول لك سير، راه هذاك دعم. لا طبعا. مجرد أنك توفر لك الأمن، كتوفر لك اللوجيستيك، كتقول القياد المناطق اللي كتلعب فيهم الكرة تبعوا داك الشيء، كتجي شرطة السياحة، كتجي يعني كاين واحد مجموعة الحاجات اللي ما كنعرفوهمش حنايا كيفاش كيتدبروا، كتجبرهم كاينين معاك. بحال اللي قلت لك دابا عاد السيد نزل كيسول كيفاش الماكله، كيفاش المبيت، كيفاش واش هذه الدخله، واش مدرسه، واش الى اخره. اذا هنا الولايه دائما عنصر اساسي ومهم. وانا اعتقد وجازما على ان بامر من مباشر من السيد الوالي والسيد الكتيب العام وقسم الشؤون الداخليه، هادو 3 ديال الرؤساء اللي كيتبعوا عن كتاب هاد الوضعيات هادو. سي عبد الرحيم، نبعدوا من الدوري شويه ونمشيو بشكل شخصي. لو عادت بك السنوات الى الوراء، واش يكون عندك هاد الفكره او هاد الجهد انك تكمل
وكتقول ان الدوري هذا غياخذ مني واحد الجهد ديالي وغياخذ مني الوقت ديالي وغياخذ مني الصحه ديالي انني باش نوصل به لهاد الدرجه هذه. وبحال اللي قلتي سي ايوب، وقيلا كتقمص الدور ديال القمراوي، وقيلا كتهضر بالعمق داخل ديالي. شنو المشكل؟ المشكل هو فعلا الدوري نال مني، ولكن ولا تعاود التجربه. اول حاجه انا ما غنكونش عارف هاد الاكراهات اللي تعرضت ليها، وغادي نمشي في الدوري، غادي نمشي، غتكون عندي نفس الرغبه، فهمتي؟ ان من خلال كاين بعض الحاجات اللي خارجه من النطاق الرياضي. تعرضت لمؤامرات دنيئة في شخصياتي وفي قوت أبنائي وفي بسبب الكرة وبسبب الرياضة وبسبب المواقف، وأنا فرحان ما ندمانش وأنا مستمر. حتى الطاقة والقدرة ديالي اللي كنت كنكتسبها في البداية المشوار ديالي ونبقى لي شي منها حتى نتير حتى الثلث، ولكن أنا مستمر الحمد لله. وما أدراك أن الله غيجازيني على هذا الشيء هذا، لأن هو دائما في خدمة الشعب، في خدمة الشباب، في حماية الشباب، في حماية الطفولة، لأن المجتمع ديالنا أصبحت عرضة لمجموعة ديال الحاجات اللي خايبين. شكون اللي قال أن الله يجازيني على هذا العمل ديالي؟ وإلا ما جازينيش أنا يجازي ولادي في الدنيا وفي الآخرة أعتقد. سي عبد الرحيم، على ذكر المواقف، ربما المتتبع يقدر يجي هادشي مرور الكرام، ولكن ضروري نوقفوا على هاد المواقف ديالك. ما كتزعجش نقولوا بعض الناس شابرين الشأن الرياضي في مدينة طنجة، ما غنقصدوش شخص او مؤسسة بعينها، ولكن اون جينيرال مواقف شويه عندك لحقاش الموقف ديالك قاصحه سي عبد الرحيم؟ وفي حقيقة سي أيوب، المواقف ديالي أزعجت وزراء، ماشي شخص. وما 4 وزراء الرياضة، 4 وزراء الرياضة أزعجتهم مواقفي، أزعجت موقفي، أزعج مدير الشركة الوطنية لتسيير الملاعب سونارجيس إبان ولادتها في التوهج ديالها، ونادينا بحضور لديك وزير الشباب والرياضة، وأبرزنا العيوب اللي كاين في الملعب ديال بن بطوطة. ولا زلت أذكر بأن كل شيء مدون، هضرنا على الكوروندير حتى جات المقابلة ديال الأرجنتين وفضحات. فوقاش كان هذا السند ديال الاجتماع هذا؟ كان في واش كانت واحد الحلقة في التلفزة المغربية في القناة الرياضية، كان في 2011 ابريل 2011 27 ابريل 2011. لا، اللي كان فيها المدير العام شركة ديال سونارجيس والسيد الوزير انذاك هذا كان عاود ديك الدعوة قضائية اللي كنت عملت انا على شركة سونارجيس، اللي كانت ضمن ذاك المقابله ديال برشلونه مع الرجاء البيضاوي، كأن طنجة ما فيها لا كويريه لا والو. وناديت وافشلت تلك المقابله، انا افتخر انني افشلتها، واللي كيدعي العكس راه الصحف باقا كتتكلم. ومشيت للمحكمه وتحفظت الدعوه، تحفظت القضيه، ولكن مقابله فشلت. علاش؟ لان قلنا بان الظلمي الله يدخل ليه الرحمه والمغفره أفرح المغاربة، والتكريم ديالو بمدينة طنجة إهانة للساكنة ديال طنجة والساكنة ديال دار البيضاء وللظلم وللرياضيين بمدينة دار البيضاء وللرياضيين بمدينة طنجة، لأنه كان يجب أن يكرم بمدينة دار البيضاء. كان خصو يتكرم بمدينة دار البيضاء. اللي عجزتوا عليه في دار البيضاء ما تقدروش تعملوه هنا، وفعلا ما عملوش وموقعش ديك التكريم، وفشلنا داك المخطط، ولكن بقينا في العيون. ولكن التاريخ والوقت أثبت ما كنت أنادي به وما كنت أعلنه جهارا أمام الملأ. قلت هذا الشيء في وقفة احتجاجية في زمن النضال الحقيقي. ما عمري قبلت نكون كركوز،
لو كنت قبلت نكون كركوز حتى أنا كنت سأكون، ولكن لا. عبد ربي هو اللي دخل مع وزيرة الشبيبة والرياضة وراها لي فيستير ديال الملعب التحرير كيف عاملين. عبد ربي هو اللي قال أن وزير الشباب والرياضة منصف بالخياط حنا كنلعبوا في ملعب، راه حتى الكابيوس راه ما يبغيوش يلعبوا فيه ولا يدخلوا ليلو. قال لي نهود معكم ملعب، قلت له أحسن. وهود كان معنا الملعب وكنعتبر التوجيهات ديالو واللي كنعتبروها دابا حاليا الوقت فات كنعتبروها كانت شفوية وما تطبق منها حتى شي حاجة. كان هنا كان المدير الإقليمي والجهوي ديال وزارة الشباب كان الحسين مرسل الله يذكره بالخير، وطويت الأمور. وكذلك كان هو المتوكل، كان دخلت معنا حتى لي فيستير وشافت الحالة دي فيستير وعدتنا على أساس أنها غتعدلهم، وظل الحال على ما هو عليه إلى يومنا، إلى يوم أن تم أنعم تغيير الملك على المشروع ديال طنجة الكبرى، المشاريع الملكية، وجا ديك المشروع هذاك، وقبل كذلك ملعب التحرير الذي كان ولادا بدوره، وجاو هذه المشاريع الملكية اللي فيه دابا حتى هي مشاريع يعني استراتيجية شبابية مهمة. سي عبد الرحيم، هاد الدوريات او الرياضه يعني بصفه عامه ما بقاش الفرجه، ولات كتلعب واحد الدور اللي هو دبلوماسي. وحتى الدوري لاحظت انه يلعب هذا الدور حاليا. الدبلوماسيه المغربيه او السياسه الرياضيه بالمغرب في اطار علاقاتها مع الدول الافريقيه وفي اطار كذلك العلاقات ديالها مع الاتحاد الاوروبي الى اخره، استطاع انه يحتضن يعني غادي يحتضن هذه المنافسات الكبرى ديال كاس العالم. ثم مشيتوا في هذا الاطار هذا وعملتوا الشعار ديال الدوري عنده علاقه ديال المنافسات ديال كاس العالم. واش الدوري يقدر مستقبلا انه يلعب واحد اولا واش يكون واحد الطرف دبلوماسي مناصفة مع بعض الوزارات؟ طبعا احنا كرة القدم المغربية والرياضة بصفة عامة راكبة في واحد القطار اللي الرأس المحرك ديالو أو القاطرة الأولى ديالو هي الرسالة الملكية حول الرياضة اللي تعملت في المناظرة الوطنية الثانية في الصخيرات. هذه المناظرة أعلنت مجموعة من القرارات، ومن أهم وأنجع القرارات اللي اتخذت في ذاك المناظرة هي الإعلان على القطيعة مع الكراسي الفارغة. المغرب لم يكن ممثل في الكونفدرالية الإفريقية ولا الاتحاد العربي ولا الاتحاد الدولي ولا المؤسسات الرياضية القارية ولا الدولية. كانوا بعض الأعضاء ديالنا بحال سعيد بن الخياط ممثلين في بعض اللجان القارية فقط وليس الدولية، وبالتالي كانوا عندنا كفاءات كروية كبيرة وما حظتش بشرف التمثيلية، بشرف تمثيل المغرب في الوقت اللي كان واحد التاريخ عاود من التاريخ اللي مأسوف عليهم. كان غادي يكون عندنا واحد الممثل في الكونفدرالية الإفريقية اللي هو دومو رحمه الله، وتم استبداله الأب وتم استبداله في المطار بأمر من وزير الشباب والرياضة آنذاك اللي كان رئيس الرجاء الله يفكرنا فيه الله يرحمه ويوسع عليه. لا وزير كان واحد الوزير الدستوري على ما أعتقد، وزير الشباب والرياضة، المهم على أي الله يذكرنا في الدين والشهادة. كان في ذاك الوقت الدومو غيمثل المغرب، فإذا به كيتبدل الدومو بسعيد اللي ذكر دابا عاد الخياط. وفي التالي كان وقيلا كان جوز واحد فترة صغيرة ورجع عود في اللجان، حتى جاء فوزي القجع اللي ترجم السياسة الرياضية الرشيدة ديال الرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي آمن مع الفريق ديالو على أن الرياضة يمكن تلعب واحد الدور اللي ما لعبته لا اقتصاد ولا سياسة ولا تشي حاجة، وتقدر ترفع من القيمة والشأن ديال الوطن، وهو ما حدث بالفعل في مونديال 22.
ما حدث بالفعل في مونديال 22 كان نتيجة تخطيط محكم وحكيم ومسبق. يعني ديك ماشي جينا ومثلنا وصلنا لنصف النهاية اللي كنا غنوصلوا حتى للنهاية وناخذوا الكاس. لا، ديك الشيء كان مدروس ومخطط له. المفاجأة هي أننا ما كناش نوصلوا لذاك النتيجة هذيك هي المفاجأة. علاش؟ لأن جميع الإمكانيات كاينة ملك رياضي قايم بالدور ديالو على كل صغيرة وكبيرة، كاين كيترجم ديك الأوامر الملكية على أرض الواقع اللي هو فوزي القجع. وفي التالي عبر كرة القدم فوزي القجع تبع محمد السادس في إفريقيا وفتح إفريقيا الفتح المبين والكبير. والحمد لله المغرب في جميع الهيئات وفي جميع المنافسات وفي جميع المناسبات الإفريقية وكذلك الدولية. متى كان يمكن أن يكون لنا نائب رئيس الكاف مغربي؟ ومتى كان يمكن أن يكون لنا عضو في الاتحاد الدولي؟ ومتى كان يمكن أن يكون لنا عضو نائب رئيس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في شخص نوال المتوكل؟ وكذلك هناك حكام متميزون شرفوا المغرب المرحوم بالقولة ومجموعة ديال الأسماء اللي كانت قادرة تعطي الحكام السيك. كنتمنوا الشفاء العاجل الحكم اللي كان قاد مونديال على ما أعتقد 82 بالمناسبة هو ابن مدينة تطوان. ما بقيتش عاقل الاسم ديالو ولكن الان مؤخرا تعمل واحد العمليه. هي انا بدي ما تذكرت السميه ديالو. شفت الاخ مرون عاملو ولكن انا ما حصلليش الشرف نعرف ديك الحكم هذاك. حتى شفت المرون كاتب عليه عاجل ان شاء الله يا ربي. شفت المرون كاتب عليه. على اي قلت انا كاين واحد المجموعه ديال الكفاءات في المغرب لقات السياسه الرشيده ديال جلاله الملك وبدات كتشق الطريق ديالها. وعلى ما أعتقد وحسب العلم ديالي أو الحدس ديالي على أن هذا العطاء لا زال في بدايته، وهذا هو الجميل. يلا بدينا وهذا العطاء كله لا زال في بدايته، لأن باقي كرة قدم مغربية ستقول كلمتها في العالم. وأنت كتشوف أينما وليت وجهك فهنالك مغاربة يرفعون الراية في جميع المجالات في جميع الميادين. وبالتالي الرياضة والدبلوماسية الرياضية استطاعت تحقيق ما لم تحققه الدبلوماسية الوزارية أو السياسية أو إلى آخره. لأن إذا مشيتي للعالم تقول لهم أنا مغربي يقولوا لك حكيمي ولا عويطة ولا نوال ولا يعني هذه الأسماء اللي رياضيين كبار. وهذا هو الجميل اللي كاين في كرة القدم أو في الرياضة ككل. سي عبد الرحيم باش نختموا، انتينا عضو نشيط وواحد الشخصيه ربما كيعتبرها البعض انها معارضه داخل العصبه الجهويه ديال طنجة تطوان الحسيمه، ولكن ما كيتقبلوش داك المعارضه ديالك. الا تعطينا غير فكره حول تخبطات ربما ما تعيشه العصبه او كذلك حتى بعض القرارات التنظيميه اللي كتخرج في العصبه او البلاغات او لا، يعني ما حول العصبه الان. هو السي ايوب هو الكمال لله. الانسان اللي ما كيغلطش هو اللي ما كيعمل والو. وعاود ما يقولوا انا كنعارض السياسه ديال العصبه او ديال الاجهزه اللي انتميت ليها. انا دخلت عصبه الشمال في 97 وتقلدت عده مناصب، ولكن عاود ما يقولوا على انني معارض أنا كنقول لهم لا، أنا مصحح بعض الهفوات. أنا لست معارضا، أنا يمكنليش نعارض واحد الجهاز أنا كنتمي ليلو، ولكن لا يشرفني أنني نشوف واحد الحاجة غلط ونسكت عليها كيفما كان نوعها. بالعكس نقول صحح، ما تبغيش تصحح ماشي مشكل، خليها هيداك غلط، ولكن كتب في المحضر على أن القمراوي قال بأن هذه راه هيداك خصها تكون وهيداك خصها تكون. هذا ما لا يتم العمل به. بزاف ديال الناس كيقولوا لي بلاصتك في العصبه وهذا، ولكن باش نكونوا منطقيين ونعطيو لكل ذي حق حقه، فاي رئيس كيجي للعصبه كخصو الفريق اللي غيرتاح له اللي غيخدم معاه. فانا الا جا واحد الرئيس اللي غيرتاح له ويعملني معاه ونخدم معاه فاهلا وسهلا، ولا جا واحد الرئيس وما بغانيش نخدم معاه وما كيرتاح ليش فاهلا وسهلا.
بكل روح رياضية سأتقبلها، ولكن أنا لما غنقبل شيء وأنني سأعارض من أجل المعارضة، لا، أنا أعارض من أجل البناء، وبالتالي أدلي برأيي الصحيح اللي كخصو يكون في واحد هذا. طبعا كاين القيل والقال كتير وكتير بزاف، ولكن أعتقد على أن عصبة الشمال ستعرف تصحيح مجموعة ديال المسارات، وغادي تلانسا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنوا التوفيق للجهاز. احنا ما كنهضروش على الاشخاص واخا نختلفوا معاهم كيبقاو اصدقاء ديالنا، بغينا ولا كرهنا، حنا في دومين واحد خصنا نمدوا يدنا يد بعضياتنا. والكره كتحتاجنا كاملين، الكره ما كتفرقش بيناتنا، والكره اللي غتفرق بيناتنا ما غتكون مساله مضره، والضرر يرفع شرعا. حاجه اللي فيها الضرر خصنا نبعدوا عليها، ولكن اللي فيها المنفعه للجميع خصنا نتمسكوا بها. وكره القدم تقدر تجمع بيناتنا بحال اللي كنا كنهضروا دابا على الدبلوماسيه الكرويه، فكره القدم تقدر تحقق بزاف لطنجة، بزاف. خاص غير فقط الريوس يكونوا صغارين ومتساويين، وما نجبروش شي واحد اللي قلنا انا هو سيدي عبد القادر الجيلاني، انا هو اللي زدت واحد 100 غرام في الكره. حتى واحد الكره عندها وزن واحد هو اللي كيلعبوا به في العالم كامل. لهذا انا اعتقد على ان المستقبل ان شاء الله مع هاد الناس اللي تمرست سيكونوا بخير. نتمنى من الله السميع العليم ما يخيبش الظن ديالي. سي عبد الرحيم، غنختم معاك بشكل نهائي. شكون الضيف اللي بغيتي يكون في الموطع ديالك دابا في الحلقه القادمه ان شاء الله؟ واش غنقول لك، لان دابا حرجتيني بهذا السؤال. لا، ولكن شي واحد كتشوف على انه يقدر يتكلم لنا على المجال الرياضي ويشرح لنا يعني بالقلب ديالو مفتوح، بدون خطوط حمراء، ويتناقش معنا نقاش عنده علاقه بكره القدم او بالتسيير او باي مجال، المهم عنده علاقه بالرياضه، والاولى انه يناقش معنا بدون جرأة، فهمتي؟ واش بدون خطوط حمراء مثلا؟ بدون خطوط حمراء. هنايا لا كنهضروا على هنايا بدون خطوط حمراء، هنايا في هذا المكان هذا اللي كنهضروا فيه. انا كنتمنى على انه هو الرئيس العصبه الحالي يجي يقول لنا الاهداف المستقبليه ديالو والرغبه ديالو، واش عنده الرغبه في الاستمراريه في العصبه او لا غيتخلى على الجهاز لشي جهه معينه، ولا كان باغي مثلا يستمر يقول لنا شنو الحاجه اللي كان كخصو يعملها ما عملهاش غادي يعملها، وشنو الافاق المستقبليه ديال الكره في ظل الاستمراريه ديالو على رئاسه العصبه، او العكس الا مشى هو من العصبه كيفاش كيشوف او كيوجه هاد الناس اللي غادي يجيو للعصبه في عوطو يمشيو للعصبه. انا اعتقد الضيف المناسب هو رئيس العصبه، بعيدا عن الحزازات، بعيدا عن اي شيء يخدش كبرياء كرة القدم، لأن كرة القدم هي عندها كرامة. وحنا كنقولوا واحد مثال غير بسيط جدا وعلى أرض الواقع، كنكونوا في الكرة يعني المقابلة لعبة كنقولوا الكرة إلا حقرتيها تحقرك، يعني كيجيوك بزاف لي زوكازيون باش تماركي ما كتماركيش كترجع فيك الكرة كتماركا. لهذا باش نستمروا في التقدم خصنا نجردوا من الأنانية ونبدو الخلافات ونفتحوا صفحة جديدة على شاكلة الصفحة اللي فتحها اللي كنقولوا الرياضي الأول، دابا غنقولوا العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس في خلقه لهيئة الإنصاف والمصالحة. فخصنا حنا الرياضيين نخلقوا واحد هيئة الإنصاف والمصالحة ونمدوا يدنا يد بعضياتنا كاملين، لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل، ونبغي الخير لصاحبي والعدو ديالي. الا كان العدو ديالي خصو يكون غير في الكره فقط وغير في الساعه اللي غننافسوا فيها، وما نتسماش العدو نتسمو المنافس، وغتكون الامور بخير، وغنستطيعوا نكونوا واحد الجيل وواحد المجتمع كروي رياضي وتربوي متخلق ان شاء الله. وعبر هو به غادي نقدروا نحاربوا هاد المطبات اللي كيدور فيها المجتمع. سي عبد الرحيم، الكاميرا قدامك، وجه الدعوة للسي عبد اللطيف العافية رئيس العصبة الجهوية لكرة القدم بطنجة تطوان الحسيمة.
طبعا أنا كنتمنى يشوف هذه الحلقة، وقلت قبيلة على أنه واحد من المساندين هذه السنة هذه ولا السنوات اللي فاتت في شخص رئاسته العصبة للدوري الدولي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. أتمنى صديقا سي عبد اللطيف باش تكون ضيف الحلقة المقبلة في هذا البودكاست، وتشرح للرأي العام اللي لا زال يجهل، ماشي بطريقة الجهل طبعا، يجهل المعلومة، أن أنا أتكلم عن المعلومة، يجهل حقائق العصبة وتسيير العصبة والإكراهات التي تدور فيها العصبة. وأنا متأكد من أنك ستلبي النداء أو ستلبي الدعوة، والخير في الواقع إن شاء الله. شكرا السي عبد الرحيم على سعة القلب ديالك وعلى الحضور ديالك معنا. أما أنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم كذلك على المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.